السلام عليكم أصدقائي. اليوم غادي نغوصوا في واحد العلم اللي ديما شد خيال الإنسان، علم الفلك. من زمان الإنسان كان كيشوف السما بعينيه، كيتأمل النجوم، القمر والشمس، كان كيستعمل الرصد بالعين المجردة باش يعرف الوقت، الفصول وحتى الاتجاهات. مع مرور الوقت دخلت الحكمة ديال التراث العربي الإسلامي في هذا المجال، وطورت أدوات بسيطة بحال الأسطرلاب باش يقيسوا المواقع ديال النجوم والكواكب. اليوم العلم الحديث وصل لمرحلة أخرى، التلسكوبات الفضائية بحال تلسكوب هابل اللي كيعطينا صور مذهلة للمجرات البعيدة وكيفاش الضوء كيسافر ملايين السنين باش يوصل لعينين الإنسان. الفكرة هنا هي الدمج، الحكمة القديمة اللي علمت الإنسان كيفاش يلاحظ السماء ويستعملها في الحياة اليومية مع التكنولوجيا الحديثة اللي كتفتح لنا أبواب جديدة باش نفهموا الكون بشكل أعمق. الخلاصة، من العين المجردة إلى التلسكوبات الفضائية، رحلة طويلة كتجمع بين الحكمة والتراث وبين العلم الحديث والابتكار.